حلقة جديدة بودكاست دخان. الضيف الوحيد اللي ما كفتنا ولا حلقة واحدة علي ستار، حياك الله. حبيبي الله محييك. تابيك احنا. لا بالعكس علي، بعيدا عن كل الألقاب وبعيدا عن الغنى هاي، خلينا نفوت بالبزنس. منو علي برا الاستوديو؟ ماركتينج مانجر بشركة الامتياز العلمي، حلو. شركة مال الأجهزة المختبرية الطبية. طيب، مهندس وفنان زين. ويشتغل ماركتينج. شلون هاي شلون رحمته؟ هو مبدئيا يعني تدري الفن بشكل عام بالعراق ما تقدر تعتمد عليه يعني كمصدر رزق ثابت. حلو. تمام؟ فأغلب الفنانين يعني يشتغلون أكثر من شغلة لحد يعني ما ينعرف. بس يعني جت فترة طويلة إنه أكثر من شغلة اشتغلنا لحد ما رب العالمين وفقنا. فتحنا هاي الشركة اللي هي المالك مالتها أخوي الكبير أستاذ مصطفى، تحياتنا له. الله يخليك. الشركة ناشئة بال22 وهسه الحمد لله والشكر مكانها كبيرة بالسوق العراقي. هاي الشركة غيرت شيء بشخصيتك؟ هواية طبعا. مثل ايش؟ الانفعالات اللي ما لها داعي، الصبر اللي لازم تصبره. من تفوت بالبزنس ومن تفوت بالسوق وبالتجارة يختلف عندك كل شيء. هي تجارية طبعا. طيب، الشهرة مالتك خدمة صالح الشركة؟ نوعا ما. راح تقول لي شلون نوعا ما؟ هو شلون نوعا ما؟ نوعا ما انه بدايه الفيدباك اللي ياخذه الزبون يعني لما يروح له مثلا شخص مثلا هو مثلا يعرفه من السوشيال ميديا، تمام، ويشوفه شنو هذا شو دا يصير تمام، فممكن تفتح لك باب بالبدايه. زين، اكو خلف كل نجاح جندي مجهول. اليوم جندي المجهول اللي وراك منو؟ مصطفى اخوك. احكي لنا شويه على مصطفى. احنا اساسا يعني من عائله بسيطه، من الطبقه المتوسطه اذا مو اقل من المتوسطه. تمام. بلشنا يعني حياتنا يعني من احنا وصغار يعني نشتغل، كل من يعني يحاول انه يعتمد على نفسه ويخفف الحمل يعني عن الاهل. شويه شويه يعني خلصنا تعليمنا الحمد لله والشكر. بعدها كل من اتجه قام يحاول انه يشتغل باختصاصه. تمام. اشتغل فتره بهذا الاختصاص نفسه اللي احنا بدنا نحكيها سارية. بعدها فتح شركته الخاصه. الامر كان كلش صعب يعني بالبدايه خاصه. يعني تخيل شخص واحد ده يبني شركه من الصفر، اللي المفروض قوامها او الشغل اللي ده تقدمه الشركه المفروض يقدمه 50 موظف، ده يقدمه شخص واحد. هذا مصطفى. ومصطفى اليوم بسبب هذا صار هو العراب يمكن هاي العائله. طبعا اكيد. زين، عايشنا باجواء العائله شويه قبل ما ندخل بالبزنس. عائلة. مصطفى منو بنص العائله كبير مالتنا؟ عدا انه هو انه الاخ الكبير بالنسبه للوالد والوالده، وانتم ايش تشوفوا ايش تعدوا؟ الريسورس مال العائله. المصدر. لا جد يعني. والله قلت لك مثل ما قلت لك يعني هو مصطفى من قبل يعني هي عقليته عقليه تجاريه ويريد يطور نفسه. اكو اليوم ناس يعني ايش قد تتوفر لهم فرص، ايش قد تتوفر لهم يعني سبل النجاح سواء ماديا او بعلاقات او بس اكو ناس ما تستغلها. تمام. فهو اللي يريد يشتغل صدقني ممكن يبدي مو من الصفر، من جوا الصفر اساسا، بدون ما تكون عنده اي ارضيه مهيئه لهذا الشيء. زين، انت او انتم كشركه الامتياز شلون قدرتوا تفوتون للسوق؟ دخلتكم بالبدايه؟ شوف، هي المعضله الاساسيه بشغلنا هو طبعا احنا اللي بنفس اختصاصنا. تمام. شركات قليله جدا. تمام. لان هو الشغل اساسا كلش صعب، الشغل مزعج، يتطلب من عندك وقت وجهد. انت ما تبيع مثلا، ما تبيع تليفون، تمام، المستهلك، ما تبيع سياره، لا انت تبيع شغله معقده. تمام.
تبيع جهاز يفحص لك ممكن دواء، ممكن يفحص لك مياه ما الشرب، ممكن يفحص لك يعني فود، يعني طعام بشكل عام، نستله، تشيبس، طحين، كل شيء. تمام. سيطرة نوعية. فانت تتعامل ويا اجهزه هي اساسا حساسه. تمام. وبنفس الوقت يحتاج لها لما انت تبيع الجهاز، انت مو بعته وخلاص، يعني انت مو بعته واخذت فلوسه وخلاص، لا، يحتاج له بعدها وراها كالبريشن، الزبون يحتاج على تواصل مستمر اذا صار عنده مشكله ذا يعني. فالشغل صعب ابدا، مو سهل. يعني انت بدأت تشتغل تجاره وانت تجيب حاجه تجيبها من برا تبيعها. انت اليوم شنو اللي يخليك تتميز عن باقي الشركات؟ هوايه مثل ايش؟ بشغلنا انا قلت لك هي اهم نقطه انتم اللي هي اصلا الأفتر سيلز. شغلكم لحظه، انتم اصلا شغلكم مش تميز شويه او ماخذ جانب قوي مو هوايه مقدمته الشركات ولا صور هوايه الالتفاته اللي هي يمكن سيطره سيطره نوعيه، سيطره نوعيه اختصاصها، يعني تعطي الاجهزه اللي تشغل لك السيطره النوعيه مالتك، سواء كنت انت صاحب مصنع مختص بالادويه، بالغذائيه، يجوز بتروكيماويات، كيميائيات هيك، يعني نفطيه وما نفطيه غير. صحيح. مو صح؟ صحيح. ايوه، لداء ومعادن ولا غيرها. انت اللي تورد هاي الاجهزه للشركات. فاساس شغلكم اصلا هو يمكن دائرتكم ضيقه. طبعا اكيد كلش. ويمكن اذا اكو شركات يمكن منافسه حيل. هو الفكره ليش قلت لك يعني احنا يعني بالعراق كله يعني ما يطلع بينا ممكن 6-7 شركات باختصاصنا. انت شنو اللي يميزك عن هاي الشركات؟ اللي يميزنا كلنا واللي نتنافس به كلنا هو خدمات ما بعد البيع، اللي هي الافتر سيل سيرفيسز. انت فقط بالنسبه لي السرعه، شركه الامتياز، سرعه الاستجابه لما تكون الزبون عنده اي مشكله. المشكله هذني الاجهزه، تمام، سواء اذا احنا بدنا نحكي على البرايفت سيكتور، خل شويه اعطيك بريف صغير او فكره مبسطه. تمام. انه احنا بشنو اساسا بدنا نشتغل. تمام. طيب الفكره انه انت بكل صناعه، هسه بدنا نحكي على الصناعات مبدئيا. بكل صناعه اي شيء انت تريد تسويه، تمام، يحتاج شنو؟ يحتاج تراقب هذا المنتج مالتك، هل هو ده يمشي على الكواليتي المرسومه له، على الجوده اللي مرسومه له. يعني مثلا عندك اليوم على سبيل المثال لبن، تمام، اللبن انت لازم تكون يعني الحموضه مالته هالقد بدرجه معينه، تمام، الملح اللي بداخله هالقد، كذا اللي بداخله هالقد، والمواد الحافظه اللي بيها. بالضبط احسنت. فشلون انت تسيطر على هذا الموضوع؟ لازم انت يكون عندك مختبر اللي هو مختبر اداره الجوده، تمام، اللي هو الكواليتي كنترول. شكو شيء انت تريد تصنعه لازم انت عندك كواليتي كنترول عليه، تمام، وهو هذا جزء من شغلنا. انت الشخص اللي تجي تبني هذا المختبر كامل، مختبر سيطره نوعيه للشركات، للمصانع. نعم. وهذا الحكي بدنا نحكي احنا بالعراق، يعني الصناعه تتطور بشكل رهيب. يعني احنا بدنا نحكي بكل القطاعات، يعني سواء بالصناعه الدوائيه، بالصناعه الغذائيه، كل شيء. يعني العراق ترى يشهد حركه مو طبيعيه رغم الظروف اللي القاهره، بس الصناعه العراقيه بدات توقف على حيلها. لنفرض اليوم اكو مصنع ما بهذا ما يشتغل، ما بيصير، ما يقدر يشتغل. ليش؟ انا ضربت لك مثال من اعقد الصناعات، تمام، هي صناعات الدوائيه، تمام. من الصناعات الدوائيه لحد المعمل الصغير اللي دا يصنع لك حليب او لبن، الحليب شويه اعقد، مثلا اللبن، اوكي، من اعقد شيء لحد اللبن، وممكن اكو شغلات ابسط بهو من اللبن. مي ما بدي اسوي لك مي، لازم عندك كواليتي كنترول. ليش؟ احسن انا اقول لك ليش. هذا المي نفسه انت لازم تعرف البي اتش مالته، تمام، الداله الحامضيه القاعديه، لازم تعرف التوصيليه مالته اللي هي النسبه مالتها هي اللي الملوحه مال المي، تمام. لازم تعرف المي مالتك مصفى بشكل صحيح، ايش قد اكو بيه جزيئات، ايش قد اكو بيه املاح، تمام. هاي التفاصيل كلها اذا تريد تسوي منتج محترم، تمام، لازم يكون عندك كواليتي كنترول. فليش دا اقول لك من ابسط شغله من المي لحد الدواء انت تحتاج انه انت لازم عندك فريق كيوسي، العفو، مختبر كيوسي. هذا جزء من شغلنا اللي هو اداره، اللي هو الكواليتي كنترول لابس. بنفس الوقت شغالين اكيد، يعني قلت لك مثلا ويا البيئه قطاع كلش مهم، تمام. كل العراق، كل محافظه اكو دائره بيئه،
دوائر البيئه هذني يعني بشغلها انها تحافظ لك يعني على تقيس لك دائما نسب التلوث وهاي التفاصيل، وبنفس الوقت اكيد وزاره الصحه يعني بشكل عام. انت انطيني صبر، احنا من حكينا على المنتجات وجبناها على الماء، واكو منتجات يمكن ابسط وهيك. شوف اكو منتجات تدخل بها الكيميائيات بصوره كلش قويه اللي هي مواد التنظيف. نعم. مثلا انا اعرف، انا شخصيا اعرف هواي اكو مصانع شغل بير على صفحه تشتغل تصدر وتطلع للسوق والسوق يسحق. يمكن شايفينها انا وياك يعني صحيح. ايش قد منتشره غرزات، واحد حاط له جريكان ايش كبره، مو جريكان برميل زاهي ومنه يدير ويوزع يدير ويبيع. هاي شنو؟ صدقني انا من وجهه نظري هسه احنا بالنسبه لنا احنا قطاع خاص ما لنا علاقه بالاجراءات الحكوميه. لا بس احنا مو بالحكوميه، بس احنا بدنا نحكي واضحه، هي واضحه. انت يجوز مثلا هسه احنا من جاي نسولف ممكن راحت هاي نصيحه لواحد فاتح شغل. تمام. هي الفكره شنو هسه مبدئيا الدوله متوجهه بشكل كلش قوي على التشدد على الصناعات حتى تضبط الجوده مال التصنيع العراقي. تمام. هذا نشوفه اكثر من قطاع. بس بنفس الوقت الشخص انت يعني اليوم علي انت كصاحب معمل، تمام، انت كمستثمر بمعمل، تمام، انت شنو الكواليتي تريد تطلعه؟ هذا السؤال. يعني اذا انت تريد تطلع لو كواليتي هذا راح تروح نفس جماعتنا. تمام. مو جماعتنا راح تروح نفس هاي الفئه. لا جماعتنا شغالين صحيح. جماعتنا انا من اقول جماعتنا يعني ذكرناهم قبل شوي. اي اكيد. تمام. اما لا اكو معامل جدا قوي، اكو معامل قوي. طيب اصحاب المصانع عندهم هاي الثقافه؟ طبعا. ليش اقول لك تفرحتني؟ لا دا نحكي صدقني هسه انا شريك وياه. انا صدقني انا ما هسه اليوم انا مو من جانبي ولا من صالحي انه مثلا اقول لك ايش قد تطور الصناعه العراقيه، بس يعني ما راح استفاد شيء من هذا الموضوع. بس انا من وجهه نظري، تمام، كمستهلك وكشيء دا اشوفه بعيني، الصناعه العراقيه دا توصل لمراحل كلش متقدمه يعني لا تتخيل ليش لا هو مو مخفي، وانما تدري شنو يطلعون لنا اياه. ممكن السبب انه سوالفكم مال الترند يصعد بغير شغلات، مو بهاي السوالف الحلوه. احنا مو سوالفنا مال الترند، بالعكس انا اكثر واحد يمكن ما ينتبه للمشاهدات، ما ينتبه لا اقصد سوالف الاعلاميين ما ادري احكي عليك كان ما قاعد ثاني هنا زين. انا واحد من الناس ادور القيمه قبل صحيح كل شيء اكيد. بس لا والله جد يعني ما جاي تتسلط الضوء عليه. انت اليوم من يسلط الضوء على هاي الامور؟ جانب تقصير شويه، تدري مين؟ من نفسهم المصانع نوبات بالميديا مالتهم. ممكن زين يا اخي ليش؟ هاي هم شأنهم. بس انا ككواليتي لا، الصناعه العراقيه يعني باخر 6 سنين 7 سنين لا نقله كبيره. يعني هسه انا ممكن اقول لك انه هسه الدول العراقي يعني حال الدول اللي انت ممكن تجيبها من السعوديه. احنا هسه وصلنا لمرحله اكو مصانع عراقيه دا تصنع ادويه سرطانيه. تدري هذا ترى شيء عملاق. ايه اكو مصانع عراقيه دا تصنع ادويه سرطانيه. تعامل وياهم؟ طبعا اكيد. احنا شغالين ويا 95% من المصانع الادويه العراقيه، 95% 90% تقريبا. هاي نحكي على الكلاس اي اللي هي المصانع اللي بالصداره. زين علي، 95% او 90% من الشركات ترى يعني رقم كلش صعب. صحيح. انت شلون كسبت هذا الرقم؟ مثل ما قلت لك، انا احكيك لين انت مدير مبيعات. ماركتينج اصعب. ما هو سوري مبيعات ماركتينج. فالفكره انه بمكان ما اجي اني، تمام، اعطيك الجهاز اللي انا دار ابيع لك اياه، بكره ما اقول لك هذا تليفون سعره $100 واشتري واعطيني $100، اقول لك هذا تليفون خليه ما تجربه، لان انا واثق من الكواليتي اللي انا اقدمه. تمام، اخذ الجهاز، شوف الجهاز، انا متاكد راح يعجبك، متاكد راح يخدمك، لان انا واثق من الكواليتي مالتي. الفكره الاساسيه اللي انبنت عليها الامتياز انه ما تبيع اي شيء لو كواليتي. كل وكالاتنا احنا نمثل وكالات عالميه من اقوى الشركات بالعالم بمجالنا. مثلا هوايه يعني راح اعطيك اسم، تمام، بمجالي بس انت تعرفه، سامع بيه، هيتاشي. حلو.
اكيد شايف الثلاجات مال هيتاشي، التلفزيونات مال هيتاشي، براند ياباني جبار. آليات تمام. هيتاشي من بالضبط. جانب عمل أهلي بالضبط يعني بالضبط بالضبط بالضبط. انا وكيل هيتاشي بالعراق لجهاز معين، جهاز كلش مهم بالصناعات الدوائيه، بالصناعات الاغذيه، بكل شيء، يدخل بكل شيء. تمام. انا وكيلهم الحصري بالعراق، ممثلهم بالعراق. هاي الوكاله ما تجي من لا شيء، تجي لازم عندك تيم، لازم ناس تتدرب، ولازم ناس تدزهم تريننج برا يتدربون، هذا يلا 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 يقتنعون بيك ويلا يعطوك وكاله. فالشركات هم تخاف على اسمها، يعني سواء هيتاشي يعني هذا الاسم العملاق يخاف على اسمه. تمام. وغيرها 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 من الشركات. احنا ما نشتغل غير ويا البراندات الاوروبيه والامريكيه اليابانيه. اكو هوايه تلقى كل شيء بالسوق، تلقى صيني كوري تركي، مع انه اكو شغلات كواليتي مالتها حلو. على هذا الأساس أنت ما جاي تبيع منتج، أنت جاي تبيع خدمة. طبعا يعني أنت راح تنطيه انا اذا اعطي جهاز اعطيني فلوس وقت ما تريد. تمام. هاي بدنا نحكي بالصناعه وظل نتابع وياه بالبرايفت سيكتور. اعطيني فلوس على راحتك. اوكي. اخذ الجهاز. تمام. هو اكيد خلاص من اخذ الجهاز اكيد يعني راح يعطيك فلوسه. تمام. بس الاهم من انه هو الزبون ما يشتري الجهاز حقيقه. يعني ال $50,000 قيمه قيمه مثلا جهاز معين. تمام. هي مو قيمه الجهاز، لا، قيمة الخدمة، قيمه الخدمه اللي راح اني اقدم لها اياها بعد ما ابيع الجهاز. يعني انا اليوم اعطيتك جهاز سعره $50,000، اذا اعطيتك اياه بس اجيت قلت لك تفضل استاذ علي هذا جهازك، اعطيني فلوسي، اعطيتني فلوسي، بس اعطيتني فلوسي، هذا جهاز حديده كل شيء ما راح يفيدك اذا ما يتنصب. تمام. اجهزه معقده وحساسه ويحتاج لها علميه عاليه، اذا ما يتنصب هاي اول خطوه. وراه يشغلون الجهاز، يتستوه. تمام. يعايروا. بعدها الاهم انه يدربون الكادر مالتك على الجهاز نفسه، طريقه استخدامه. واللي اهم من هذا كله، باي لحظه لما يوقف الجهاز اكو عندك شنو؟ اكو عندك سيرفيس تيم تخابرني كلها من ضمن الباكج مال الجهاز، سعر الجهاز. طبعا. من ضمن ضمانه همينه. انت اليوم ممكن مثلا حتى لو مثلا انا اعطيك ضمان سنه سنتين بالجهاز، ورا السنتين انت من تخابرني شنو انا ما اجيك؟ لا طبعا اجيك. هذا الفرق لما انت ما تبيع بس جهاز. انت حقيقه هو اللي بدا يشتري فلوس جهاز بس، بدا يشتري خدمات ما بعد البيع، وهو هذا اهم شيء بشغلنا، وهذا اللي نتميز به، وهذا اللي احنا هذا اللي يخلي الزبون يامن بيك، ويخلي الزبون يظل متواصل وياك، يشتري منك مره وراه يرجع يشتري منك 100 مره. طيب قبل شوي سولفت لي انه حتى يمكن تعاملون ويا البيئه. البيئه انت بشنو تفيدها؟ شنو تقدم لها اجهزه؟ شكو فد شيء انت تريد تشيكه. تمام. بالتلوث احنا نجهزه. علي باختصار from A to Z كل اللابراتوري، حلو كل الاجهزه المختبريه، كل القطاعات. اكو تلوث جوي واكو تلوث مياه، مو صح؟ تلوث تربه، صح مضبوط. ما شاء الله معلومات قويه. اي تلوث تربه هاي يمكن يصير تشويه قطاع النفط بيها بالضبط. والمصانع مضبوط. زين اكو تلوث ما حد منتبه له اللي هو التلوث الضوئي، اللي هو هاي الأضوية المنتشرة بشوارعنا اللي تأذي العيون، جماعة الزنان. لا أفق من الزنان والله مو بس زنان، يعني هي موجودة هاي حتى بالجلوبات الشمعات. ملاحظ انه اغلبيتها اكو ناس حلو تشتغل الاناره من بطريق علمي ومهندسين ومرتبين هاي يشتغلوا لك، واكو لا روح الابو الانشائيه اخذ وتعرف ايش راح ناخذ وش راح تجي وشنو الضوء وش راح تكذب، والبروجكتورات الموجهه هاي شلون هاي اهم لها. انا جاي اسالك عالميا، انا جاي اسالك كوني شخص متاذي من هذا الشيء عالميا. فاحنا جاي نحكي على التلوث. عالميا اكو رقابه، عالميا، واكو اجهزه تحسسها طبعا عالميا. المفروض يعني اكو مراقبه للضوضاء، للاناره، هواي تفاصيل. يعني بدنا نحكي على الدول المتطوره طبعا اكيد. يعني هذا يعني التلوث السمعي عنده، التلوث البصري، يعني هواي تفاصيل. بدك تشوف اكو عالم منتبه لهذا الموضوع لو بس انا يمكن لين انا شخص معقد عالم تشكل من الموضوع؟ اكو عالم تشكل من الموضوع، بس اكو اهتمام لهذا الموضوع؟ لا. تقدر تقول الصناعه عندنا والرقابه جات تتطور، ايش وقت تشوف انه ممكن العالم تنتبه لهذه النقطه؟
علي هو ماكو فشي او ماكو دوله بالعالم تتطور بيوم وليله. احنا انا مو دفاعا عن الحكومه اكيد لا، بس ماكو دوله يعني شيء تسوي تنقل لك من شيء لشيء، لا اكيد لا، يعني اكو مراحل. علي بما انه انتم تشتغلون ويا المراكز البحثيه والجامعات وهيك، اليوم الطالب العراقي اللي يدرس طب او يدرس امور تتعلق بالبحث والسيطره النوعيه وهيك، هاي الاجهزه الموجوده عندهم كلها متطوره لو بعد الطالب العراقي يدرس على اجهزه قديمه؟ اذا بدنا نحكي على القطاع الحكومي اقوى من القطاع الاهلي بهوايه. قطاع الحكومه طبعا الجامعات العراقيه اغلب الجامعات بها اجهزه كلش متطوره. اكو اجهزه يعني واصله المرحله يعني مثلا ممكن يشترون جهاز بمليون دولار. لا الجامعات العراقيه الحكوميه لا بها اجهزه جدا مطوره جدا مطوره ومواكبين كلش. على هو انت لا تنسى يعني هو هم عندهم ميزانيه معينه، بس لا الجامعات العراقيه مواكبه. زين انت تقول احنا نشتغل على خدمات ما بعد البيع، من تبيع لهيجي جامعات واجهزه بهيجي اسعار، شنو تشوف صيانتها ورا فتره؟ الشغل بالجامعات مو نفس الشغل بالمعامل او مثلا بالمختبرات الحكوميه. اكو فرق واسع لان الاجهزه هاي ما راح تكون يعني ما راح تكون مستهلكه. تمام يعني هاي ممكن الاجهزه تعيش سنين اللي بالجامعات لسبب انه استخدامها قليل. تمام يعني هي اجهزه راح يشغلوها فترات بسيطه يعني بالتدريب مع الطلاب. بالعكس انا عبالي انه الطلاب يمكن يستهلكوها اكثر من الشركات. بالعكس لانه انت تحكي مثلا على جهاز موجود مثلا بكليه الصيدله. تمام نفس الجهاز انت بتخليه بمعمل مال ادويه، فرق شاسع. هذا دا يستخدمه يوميا بشقد ب 100 سامبل 100 عينه. العاده بالجامعات الاهليه يعني صفقه رابحه طبعا اكيد يعني ليش تخوف بالنسبه لي مو بالنسبه له هو بالنسبه له طبعا اي ليش تخوف ياخذ اجهزه غاليه في حين هي تعيش سنين على الكوست؟ لا هو مو يتخوف ياخذ اجهزه غاليه، الموضوع متعلق بالميزانيه اكيد ميزانيته يعني لان هو صح هو دا يخصص ميزانيه يعني عذرا يخصص ميزانيه الموضوع تطوير المختبرات مالته التعليميه. تمام بس بنفس الوقت يعني هم عندهم يعني انت مثل ما تعرف يعني هواي مصاريفكم بالجامعات. علي هاي الثقه شلون بنيتوها كشركه يعني خصوصا ويا الشركات اللي تتعلق بالمواضيع الدوائيه؟ مو صعبه شويه؟ مثل ما قلت لك انت من تكون ويا الزبون تقدم له خدمات مستمره وكل ما يحتاجك تكون وياه وتقدم له استشارات مو بس تبيع له. يعني ممكن اليوم زبوني يخبرني يسالني على جهاز مو جهازي يعني هو مشتريه قبل واستشارتك مجانيه ممكن انه الزبون نفسه يتصل علي مثلا جهاز عنده عاطل جهاز مو جهازي مشتريه هو قديم اروح اصلح اياه ممكن تصليح يكون مجاني. ايش تبني الثقه؟ هي شراكه يعني انت اليوم ويا زبونك شريك طبعا اكيد. ما هو انا اليوم اذا جهازي وقف راح يوقف مصنع الزبون طبعا. لهذا السبب العلاقه بالشغل مالتنا ويا الاند يوزر او ويا الزبون نفسه تمام هي مثل ما قلت لك هي مو علاقه تجاريه انه خلاص انا ابيع لك والسلام. لا علاقه مستمره وتواصل مستمر ممكن يدق عليك كل يوميه طبيعي الموضوع. علي بالامتياز العلمي وين تردون توصلون او بشركه الامتياز؟ بدنا نحاول ندخل شكو تقنيه دا تنزل باوروبا او بامريكا او باي دوله متطوره بالعالم من تنزل عندهم اليوم تنزل عندك هنا باكر ومسيطر طبعا. طيب بس يعني ترى يحتاج لها مبالغ هواي. يحتاج لها مبالغ ايه طبعا يحتاج لها. ماكو تجاره ما يحتاج لها مبالغ. تجارتكم البادجت مالها عالي كلش. لا احنا مبلشين بكل شواطئ اقل مما تتخيل بهوايه. مبلشين بميزانيه يعني ايش قد الميزانيه اللي بلشنا مو انا امانه يعني انا باول اشهر تاسيس الشركه انا كنت مرتبط بشغل ثاني فما كنت من الاول باول اشهر يعني خطيه مصطفى كان بوحده تمام. فبالبدايه يعني بلشنا بميزانيه والله ما ادري يعني ممكن ايش اقول لك 5 ملايين دينار عراقي
او ممكن تبيع جهاز بمليون. لا، ما هي بلشت من اجهزه رخيصه، بلشت انه انت تشتغل باجهزه رخيصه، تاخذ الربح ما تصرفه على منا ومنا، تخليه راس مال وظيف فوق راس المال، ضيف فوق راس المال، ممكن ما تاخذ مشروع ب10 ملايين دينار صار مشروع ابو 30، وراه صار ابو 70، وراه صار ابو 100، وراه صار ابو 200، ابو 300، ابو 500 وهكذا. جاوبني بسرعه. بلشت راس مال 5 مليون دينار عراقي. اغلى بيعه بعدها حاليا بعد هاي الفتره ايش قد؟ مليار، يعني $800,000. حلو الارقام يعني، هاي ترى قوي. بس يا الارقام مو كلها ربح. ما لي دخل بالربح يعني اوكي انت بايع بمليار ايش قد تريد تطلع ربح؟ فد 100 مليون 50 مليار من المليار طلع 100 مليون 150. حلو. طماح طماح حبيت. لا ليش بالعكس. طماح. لا حلو يعني. شوف مبدئيا يعني والله هي علاه مو حلوه. تدري ليش شغلنا مو حلو؟ ليش؟ مثل ما قلت لك انا ما دا ابيع شغله وخلاص اخذت ربحي وهاي، لا، تبقى مستمر. ما طول انت جهازك شغال فانت تبقى مربوط بالزبون. لا عاد قليل اطلع 150 من المليار. مو شفت زين علي. الذكاء الصناعي هاي الفتره دخل على الهوايه مجالات. هم فايت بمجالكم من السباقين بادخال وهي هاي امانه يعني لها جانبين. جانب الشركات المتطوره اللي احنا متعاملين وياها واللي احنا بارتنرشيب وياها، تمام، من ضمن الابلكيشنات مالتها انه يشتغل بالذكاء الصناعي. يعني هسه احنا عندنا جهاز، تمام، اكو فحوصات يفحصون بيها الحبوب، تمام، مثلا العدس، التمن، تمام. هاي الفحوصات قبل اكو بها فحوصات كانت فيزيائيه اللي مثلا يكتشف مثلا التمنايه، تمام. مثلا انت جايب لك مثلا خلينا نقول 4-5 حاويات، تمام، مستوردهن. شلون تقدر تعرف انه عندك اصابه؟ تمام، اصابه يعني اصابه بالافات، افات يصحوا لا لا افات الحشرات وهي التفاصيل، تمام. او مثلا التمنايه، تمام، الرز نفسه تمن، تمام، التمنايه لا التمنايه تصغيرا، تمام. التمنايه نفسها ايش قد انت عندك مكسر، يعني التمنايه نفسها الحبه مال التمن، تمام، ايش قد كميه من هذا اللي انت مستورده جاي تمن مثلا مكسور من النص او طايره من عندها شويه، تمام. هذه كلها تدخل بالكواليتي كنترول، تمام. فانت مجرد تاخذ عينه راح وقتها قبل كانوا يجون يفرزون فرز يدوي، يعني يجي ياخذ له عينات مثلا من كل حاويه، مثلا ياخذ الحاويه كبيره ياخذ له مثلا من الحاويه 10 كيلوات تمن، 10 كيلوات تمن، 10 كيلوات تمن، تمام. ويبدي مثلا شنو يجي مثلا ياخذ مثلا منها 500 غرام، يبدي يحسب كم وحده مكسوره منها شويه، كم وحده مكسوره منها نص، ويعزلهن، وعلى اساسه يسوي معادله اللي بالضبط، معادله اللي يطلع من عندها انه ايش قد اكو متكسر كامل او اللي باقي من عندها شويه او المكسوره بالنص، حتى يعرف يصنف هاي البضاعه تحت يا كلاس. احسنت بالضبط. وبنفس الوقت الاصابات، تمام، الاصابات بالافات، تمام، الحشرات، تمام. هم يجون شنو كانوا قبل يجيب الحبايه ياخذ من عندها باتش يخليها بالميكروسكوب، تمام، ويدور عليها. هسه احنا اللي نقدمه اللي هو اول جهاز بالعراق واول جهاز بالعالم غناك عن كل هاي الهوسه. تجي شو تسوي؟ تاخذ العينه مالتك تخليها بالجهاز، تمام. الجهاز هو راح يكون عينك، هو يقعد يحسب لك اياهن، هو يرتب لك اياه، راح يقول لك هل قد اكو بي مكسور، هل قد من عنده، هل قد اكو بي اصابه، هل قد اكو بي تصبغ، وهكذا. هو ينطيك كله بالاي كامل، كله بالاي. حلوه يعني تكنولوجيا تخبل احسن ما ارجع لهذا الشخص ابو اللي قاعد يحسب بيده ويفرز. طبعا علي، هم تنطون منح او تساعدون العالم تشتغل بالبحوث علميه ماجستير وهيك شيء اجهزه المنح اللي هي جانب؟ استاذ مصطفى خال عندنا فد قاعده، تمام،
احنا طبعا اكيد يعني هوايه مثلا تجينا الطلاب اللي دا يسوون دراسات، مثلا اللي دا يسوي الماجستير يجوكم. مالته او الدكتوراه طبعا. حلو. لان هذا يحتاج اجهزه حتى يتم البحث مالته، تمام. خاصه يعني كليات العلوم، الصيدله وغيرها وغيرها، الزراعه، يحتاج جهاز حتى من خلال هذا الجهاز يطلع نتائج للبحث مالته، تمام. فيجي اليوم شو يسوي؟ بمكان مثلا ما احنا هاي السياسه اللي احنا معتمديها، اذا انا دا ابيع الحاجه للقطاع الخاص، تمام، بمليون، تمام، بخار ربح مثلا بيها خلينا نقول 15%، اوكي، او 20%، راح ابيعها للحكومي نفس السعر تقريبا. من راح يجيني طالب دراسات راح ابيعها بفلوسها. حبيت الدعم حرفيا بفلوسها. يعني انا علي $80 راح ابيع ليها $80. زين البودجت مال اسعار ذولا الاجهزه المتعلقه بالطلاب يبلش من شقد يصعد لشيء؟ هي اكو بيها كتات، اكو بيها يعني شغلات كيميائيه، واكو بيها اجهزه. اكو بيها غاليه كلش طبعا وللاسف يعني هواي مثلا طلاب نبات توقف بحياتهم بسبب هذا الشيء. طيب مو انت قلت انه بالجامعات العراقيه كلش متطوره؟ طبعا، بس ما راح يقدر يغطي لك كل شيء علي. ما راح يقدر. ما راح يقدر يغطي لك كل شيء. انت من تحكي على انه مثلا الجامعه تغطي لك كل الاجهزه، مو هي اكو شقين. احنا من نحكي على دراسات اوليه، يعني اللي هي شلون مثلا احنا من درسنا هسه دراسه هندسه كم مرحله؟ 4 مراحل. هاي يصح لها دراسه اوليه. بعدها ايش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك الدراسات العليا اللي هي ماجستير ودكتوراه. هذول الاربعه اللي بالبدايه اللي هي المراحل الاوليه اللي تاخذ بيها البكالوريوس مالتك، هذني مختبراتهن واجهزتهن يختلفن اختلاف جذري عن الاجهزه البحثيه للدراسات العليا. اختلاف جذري. فهنا نوبات تصير المشكله، انه هو مثلا المختبرات مع الدراسات الاوليه مالته كامله مفنشه، كل شيء موجود عنده، تمام. بس لما يجي العلم للدراسات العليا هنا راح تطلع عندنا المشاكل، لان الاجهزه مال الدراسات الاوليه ما تلبي لاحتياجات الدراسات العليا. لهذا السبب ليش هسه انت قلت انه انت قلت لي المفروض الجامعات مثل ما انت قلت بها كل شيء صح للدراسات الاوليه، وللدراسات العليا اكو هوايه جامعات واصله المراحل كلش متطوره. قلت لك يعني اكو اجهزه توصل سعرها $500,000 موجوده عندهم، تمام. بس مو كل الاجهزه، ما راح يقدر يوفر لك كل شيء، لان هذه تكون اجهزه كل غاليه، لان اجهزه تحليليه متقدمه مو جهاز تعليمي. طيب خلينا نرجع شوي لبارت الصيانه. اكو معامل واكو مصانع بمناطق بعيده ونائيه، هاي شلون تسيطر على الصيانه وياهم؟ الكونكت اللي بينك وبينهم اللي باقي دائما بتواصل تروح لهم او تدز الفريق العفو للصيانه، مثلا للترسيد تصفير هيك شيء. من اعلى قمه جبل بدهوك، تمام، للفاو نوصل لك توصلني. نوصل لك. شلون سيطرت على هيك شيء؟ شباب يريدون يشتغلون. حلو. شباب يريدون يشتغلون. على فكره احنا من بلشنا لحد الان ما جبنا اي احد ودخلناه للامتياز وهو شخص عنده خبره. بالعكس، توك متخرج تعال تفيدني، بس اذا انت تريد تبني روحك. اشخاص توهم متخرجين فريش كش مع هبياض، تمام، وهسه كل واحد بيهم CV يخوف بسبب انه هو يريد يشتغل. تعال تريد تشتغل وانا وياك واحد يطور الثاني. ما طول هو عنده واهس راح مو بس يغطي لك السوق، راح يقلب لك السوق قلب. معتمد عليهم ذولا طبعا. لا هي عمود الاساسي للشركه. كتيم. انت كم تيم عندك بالشركه؟ هو احنا اقسام مقسمه، تمام. تبدا من CEO مالتنا اللي هو استاذ مصطفى، تمام. يجي بعدها قسم المبيعات، قسم الماركتينج، تمام، قسم الصيانه، قسم IT، وقسم اكيد المحاسبه، وهذا القسم الاداري. الماركتينج مالتكم يمكن هو اصعب قسم. اصعب قسم؟ لا طبعا لا. اصعب قسم اللي هو صيانه، اللي هم الناس اللي ينصبون الناس العلميين، تمام. هذا اصعب قسم. بس انت تصدقني بشغلنا البيعه سهله. اللي اصعب من البيعه انه انت تقدم خدمه حقيقيه للزبون، انه انت تعطيه جهاز يلبي له احتياجه، انه انت تكون دائما وياه موجود، لما تصير مشكله تساعده، لما ما يعرف شغله يعني تعطيه المعلومات اللي تمشي له شغله.
وبنفس الوقت الخدمات الثانيه اللي احنا نقدمها من ضمن هالمعايرات اللي احنا مثلا سنويا، مثلا انت جهاز اغلب الاجهزه سنه ولازم انت تسوي له معايره. احنا نقدم خدمات المعايره، نقدم خدمات الكواليفيكيشن فاليديشن للفارما، للقطاع الصناعه الدوائيه. تمام، هذني مو اجهزه تبيعها، هذني انت خدمات تقدمها، وهاي لازم ناس تكون عندها شهاده بهذا الشيء. قدمت خدمات للقطاع النفطي؟ طبعا اكيد. ايش قد ياخذ اليوم حيز من الشركه؟ من الشركه ممكن 20%. حلو خوش. زين انا يعني بحكم عمل اهلي شويه اعرف انه بالقطاع النفطي اكو هوايه شركات فلوس اوكي يعني متين منها. بس اكو شركات قويه يعني مثلا عندك بترو تشاينا، صحيح. السعوديه نسيت اسمها، بتعامل ويا هيك شركات كبار؟ طبعا اكيد. هو احنا شغلنا متقسم بالاويل اند غاز، هو ما بين الشركات الحكوميه تمام والشركات العالميه اللي متعاقده وياها الشركات الحكوميه. زين ليش الامتياز العلم اليوم تحسب نفسها هي، او خلينا نقول الامتياز تحسب نفسها هي اسرع شركه؟ انت قبل شوي قلت لي انا متميز بالسرعه. لان التشتت ما عندنا. يعني شنو اقصد بالتشتت؟ يعني انت اليوم ممكن تبيع 100 زبون بالسنه تمام، وممكن تبيع 10، بس تبيع 10 زباين بالسنه وانت ملبي لهم كل احتياجاتهم. لما يحتاجوك انت مسيطر على احتياجهم تمام من ناحيه السيرفيس، احسن مما تبيع 100 وبالتالي تخسر ال100. 10 ذول ضالين. هي هاي الثقه. 10 اللي انا دا ابيع لهم بالسنه راح يظلوا وياي، لسبب انه كل ما يحتاج راح يكون موجود. 100 اذا ابيع لهم ما راح اقدر اغطيهم كلهم. كبر التيم مالتك وغطي. هذا تطور الشركه ستيب باي ستيب. وليش دا اقول لك تقدر انت اليوم تجي تذب راس مال وتسوي لك شركه عملاقه ما شنو، بس مو هذا النجاح. مو هذا النجاح. النجاح انه انت تبني فريق صحيح. شنو فائده 100 موظف وهم ما يقدمون اداء، او هذول ال100 20 من عندهم موظف واحد من الشباب اللي يشتغلون ويانا دا يؤدي الجوب مالته. زين خلينا بالماركتينج مالتك. اليوم البيعه شلون تتم؟ قدم للزبون الشيء اللي هو يريده تمام، سوي له برزنتيشن، انطي عرض قوي بالسعر تمام. كم زبون صعب عندك؟ هواي. بالعشرة كم واحد صعب شغلنا 10 10 كلهم صعبين. هو شغلنا مزعج امانه. بالعشرة كم لا تسمع؟ بالعشرة كم لا اسمع؟ اي زبون انت تدخل يمه اذا ما قال لك لا راح تقراها بوجهه، فانت لازم تعرف شلون تقول له ايه، تخليه يقول ايه. شلون هاي تبقى بالخدمات اللي انت تقدمها. تقرا لا بوجه الزبون طبيعي. ايوه اي مبيعات انا قبل لا الزم القسم انا كنت سيلز تمام. هذا الموضوع منتهي من عنده، انه ممكن انت تواجه خاصه المشكله بالشغل مالتنا الزبون مثلا صار له مثلا 10 سنين دا يشتغل ويا شركه واحده. ليش؟ لان اولا احنا قليلين بالسوق تمام، وهي البراندات اساسا العالميه ترى قليله. يعني على سبيل المثال يعني مثلا اقول لك مثلا جهاز، عندنا جهاز اسمه HPLC تمام، اللي هو جهاز يفحص لك تراكيز المركبات الكيميائيه تمام. هذا الجهاز بالعالم البراندات اللي تصنع هذا الجهاز ممكن يكونون 7 8 بس فقط، بس لان الجهاز معقد كلش يعني مو اي واحد يقدر يصنعه تمام. هاي شركات خبره سنوات تمام. زين فانت اليوم بالعراق هذول ال8 اكو 3 من عندهم متمثلين بشركات عراقيه. فاهمني؟ فاهمك. فاليوم ما راح تجي انت تقدر تنافس بطريقه انه اني بس مجرد ابيع لك حاجه.
لا صار له 10 سنين ياخذ من نفس الشركه ومقتنع بيها ومقتنع بخدماتها ودائما موجودين وياه ما ادري شنو. شلون راح تقدر تجي تقول له عوف هاي الشركه وتعال اشتري من عندي؟ صعبه شويه طبعا كلش صعبه، الا لما يوثق بيك. وهاي هنا تبدي مرحله انه شلون تخلي الزبون يوثق بيك، حتى لو يشتري مثلا شغله بالبدايه بسيطه حتى يجربك وهكذا. والحمد لله ما حد جربنا لحد الان وقال وراها ما رجع اشترى من عندنا. وانتم زباينكم هم يمكن تقريبا شبه معدودين. لا هواي غلطان. لا غلطان. ليش لا بالعكس، القطاع مالتنا كبير بس احنا قليلين. ماكو شركات هوايه مغطيه القطاع هذا كافين على هذا القطاع. لان قلت لك اني الفكره، اني اليوم اوصفك اياها بالضبط. شركه تبيع سبالت تمام، شركه تبيع اجهزه مختبريه. الفرق بيناتهم شنو؟ ابو السبالت تمام دا يبيع حاجه ب $300 تمام، كم قطعه دا يبيع بالسنه؟ فد 100,000 200 ممكن تمام. هاي بالميت يعني تمام. ما يشتغل هذا بالميت 100,000 صح. زين ال100,000 اللي هو دا يبيعها، اني سنويا دا ابيع 100 جهاز. تخيل المفارقه الكبيره. صح. اني دا ابيع 100 جهاز لانه اني احتياج السوق مالتي 100 جهاز، هو دا يبيع 100,000 لان احتياجه شنو 100,000، او هو اكثر اكيد من 100,000 لان اكثر من شركه اكو. فعلى هذا الاساس احنا ايش نقول؟ انه الزباين موجودين هواي، بس اني طلبي نفس الجهاز مو نفس ما تشتري سبلت تمام. طيب هذا مقطع يمكن يوصل ليفل معين ويوقف؟ لا بالعكس، مو استهلاكي بس غالي. هي مو استهلاكي. يعني اليوم جيت حد ضخيت انت وضخت باقي الشركات للموجودين وراح وين على ما يصير لك بيع من جد وجديد. لا ما انت ليش قلت لك انه الصناعه بتطور تمام، والدوله بنفس الوقت بدها تطور مختبراتها تمام، والطلب مستمر. يعني انت صح، انت تاخذ الجهاز اليوم، الجهاز يعني ممكن يظل وياك سنه سنتين، السنه الثالثه تطلب واحد غيره. طيب هو ما ترى ذاك الربح علي. يعني احنا بشغلنا لا تتخيل انه شغل مالتنا مثلا يخليك مثلا تصير ملياردير، لا ماكو كلام. شغلنا اساسا احنا معتمد على شيء علمي تمام، و بفلوس. بدي اقول لك ما بفلوس، لا بفلوس خير من الله، بس مو هذا الشيء اللي يعني يخليك. انا هسه لو بمكانك اوكي البيع واحد والخدمه الافتر ماركت وراها واحد، فعلى هذا ايش؟ لا الحمد لله. شو اسمه يعني بهذا انه افتح سوق لنفسي. يمكن اكيد عندكم قطاع غيار. طبعا اكيد قطاع الغيار هم مالتين تسعير طبعا صحيح. فابقى اوكي مستمر. لا هو ليش دا اقول لك، هو الشغل موجود الحمد لله، والسوق هو اساسا كبير، والعراق دا يتطور، فلا الامور ماشيه. زين لو يرجع بيك الوقت ترجع تشتغل هاي الشغله من جديد؟ ليش؟ اسال السؤال مصطفى راح يقول لك لا. حتى مصطفى مو على مود شيء، بسبب الصعوبه مال السكتر مالتنا. الصعوبه لو المجهود؟ هو المجهود. انت لازم تبذل مجهود. اكو واحد يقول لك انا اتحمل الصعوبه عادي، بس اكو واحد يقول لك لا انت تقدر تبذل مجهود الجاي بذله. انت تقدر تبذل مجهود، بس تخيل انت تبذل مجهود بشيء هو من قاعه صعب. انت هاي المشكله، الزبون صعب والسوق صعب والشيء اللي انت تروجه صعب. احنا يعني شغلنا علمي بحت. شغلك علمي بحت. انت ما تروج حاجه للمستهلك، اكل او تليفون او سياره، لا تروج فشيء علمي. الناس علميين، اسهل واحد بيهم صعب. زين انت اليوم صار قدامك حاله انه مثلا الزبون يشتري جهاز ورا يوم انه يخسر بيه او يضطر يبدله؟ طبعا هواي. زين ليش اظن في شيء صار؟ هذا الشيء بسبب انه نوبات الزبون تمام ما ينظر للمدى البعيد. يعني على سبيل المثال ممكن انت حاجه تاخذها هي تلبي احتياجك، بس ما تاخذ الفول اوبشن مالتها تمام. الفول اوبشن مالتها مثلا خلينا نسولف على اكو فد كود للاف دي اي اسمه CRF 21 بارت 11 تمام. جهاز مثلا خلينا نقول اوفن اوكي، او حاضنه انكوبيتر. هاي الانكوبيتر انا جايب لك اياها نفسها تمام، كذا رقم تمام، نفسها ونفس الشكل ونفس البراند، بس بيها هاي الاضافه
ما السياره F21 بارت 11 تمام ممكن تخلي السعر دبل، مع انه تأدي لك نفس الاداء بس بجزئيه معينه ممكن تطبق هذا الشيء مثل ما صار بهواي حالات تجي صارت انه زبون يشتري الجهاز والجهاز يقبل ما بيه اي مشكله بس يفقد اوبشن معين. من تجي الجهه الرقابيه وتطلب عندك انه هذا الاوبشن يكون متوفر، فانت لو مشتري من الاول احسن ما ترجع تشتري جهاز جديد. كم مره تصير هاي الحاله؟ تصير بهوايه حالات تجي صايره. طيب انت توقع بحراج من تشرح لهم هذا الشيء، او اكو عالم يظنون انه هذا على مود يبيع لي غالي؟ بالضبط اي بالضبط. هي ليش اقول لك هي هاي المشكله تمام، انه بمكان ما اني اجي اشتري حاجه مرتين انا ممكن اشتريها مره واحده من البدايه، ما راح يكون عليها سعر. هسه الحاجه اذا هي مثلا $2000 الفول انت تجي تاخذ ب 1500 وبعدين راح تضطر تاخذ يا هي ام ال 2000، فايش قد صار المجموع عندك 3500، مع انه انت تقدر من البدايه تاخذ ام ال 2000 وتوفر هاي ال 1500 اللي راحت هباء منثوره. زين علي، اليوم شركه الامتياز نعم. هل هي شركه ناجحه حال اي شركه ناجحه لو صدق ضافت للسوق شيء غير؟ الفكره مالتنا الاساسيه انه احنا نقدم تقنيات ما موجوده، هاي اساسك، او ندخل بحلول ما حد يقدمها، خاصه بالتقنيات الحديثه. يعني العالم دا يتطور بسرعه تمام. فانت فكرتنا الاساسيه بمكان ما انت دا تاخذ جهاز يؤدي لك وظيفه معينه تمام، اكو ممكن تقنيه هسه نازله تؤدي لك هذا نفس الجهاز القديم نفس اللي تشتغل انت عليه يؤدي لك نفس وظيفته ووظائف اخرى، او يزيد لك السرعه مال الفحص مالتك تمام، او يسوي لك اكثر من فحص من ضمنها هذا الفحص. فهاي الفكره انه احنا بدنا نحاول نقدم الشيء الجديد بالتقنيات الجديده تواكب البرة. طبعا اكيد. فانت هذا البارت اللي مخليك مو بس شركه ناجحه، مخليتك شركه ضايفه للسوق. طبعا اكيد صحيح. طيب علي، الامتياز اليوم شنو اقوى عقبات تواجهها بالسوق؟ حالنا على اي شركه تجاريه يعني ما يواجهنا مشاكل، يعني خاصه ببدايه هذه السنه بسبب القوانين مال الدوله الجديده اللي احنا وياها، احنا مو ضدها، بالعكس شيء صحيح تمام. ما الضرائب، سواء ما الضرائب احنا وياها تمام، بس الفكره بطريقه تطبيقها، يعني انه انت تجي تطبق كل شيء بنفس الوقت. طيب انتم شركه لازم تعتمد على الاستيراد وصعب تصنيع هاي الاجهزه يمكن داخل العراق. هل كحكومه منتبهه على هاي الفئات لهاي الطبقات لو لا؟ هو بوقتها القرارات اللي صدرت كانت شموليه. بعدها المفروض تصير اكو استثناءات لبعض القطاعات تمام، من ضمنها قطاع الاجهزه الطبيه والمختبرات. استثناء يعني المفروض اكو يعني هيك قرار يصير، متاملين خير ان شاء الله. علي زين، انتم ليش اسمكم الامتياز؟ الامتياز العلمي شقين به. الامتياز هي درجه علميه، مقبول متوسط جيد جيد جدا ممتاز. فالامتياز هي معناها الموثوقيه والتقدم تمام، الاعتماديه والتقدم. والعلمي هو اللي يبين مجالنا اللي بدنا نشتغل به. ففكره ابسط، انت كزبون راح تاخذ احسن خدمه تمام، وراح ترفع مستوى المختبر مالتك لما راح تشتغل ويانا، لان راح يتقدم لك احسن شيء واحدث شيء. انا حاب فكره الاسم، ناهيك عن الهويه التعريفيه مالتكم، انا حابها حلو، بس الاسم فكرته منو صاحب في هاي الفكره؟ مصطفى البيج بوس مالك. طبعا البوس. تحياتنا له. شلون اجت هاي الفكره او شلون بنيت؟ هي قصه وراها. هي فكرتها الاساسيه، بما انه احنا شغلنا علمي تمام. هي ليش قلت لك انا معنى الاسم هو نفسه التفوق والاعتماديه تمام. يعني انت لما انت تقول شخص انت واصل مرحله الامتياز تمام، او ماخذ شهاده امتياز تمام، يعني انت واصل الاعلى مرحله ممكن توصلها من الخدمه اللي انت تقدمها. هاي الفكره. هو انت يمكن قلت لي مصطفى كان بدايته بلش يشتغل بهذا المجال لوحده
كان شلون بلش يعني من خبره يعني بالسوق. تمام. سيلز كان يشتغل بيك اكيد. وشويه لحد ما فتح شركته. الله يحفظه. الله يخليك حبيبي. تعبناك اليوم استاذ علي. لا بالعكس كلش ابدا. ويعني صدفه قليله تصير انه شخص ما نقدر نحتويه بحلقه واحده. حبيبي لازم نقسم به بارتين، اللي هو بارت الطلب والغنى مالتك والبارت الثاني مال البزنس. كل الشكر لك، تعبناك هواي، واتمنى لك الموفقيه ولهاي الشركه اشوفها باعلى المراتب. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا استاذ علي.